السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة ماكلة الدار بيت عزيزة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا حلقة اليوم. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم واحد الحشوة ديال الميني بالضبوط اللي كتجي لذيذة بزاف، فنتمنى تجربوها ان شاء الله تعالى وتردوا عليا في التعاليق. تردوا عليا كيف جاتكم الحشوة، لان كتجي لذيذة بنينة بزاف بزاف. فما نطولش عليكم، ما تنسونوش بلايك للفيديو فضلا وليس امرا. الناس الجداد اللي كيشاهدوا القناة اول مرة ما تنسوناش بلايك للفيديو والاشتراك الى عجبتكم القناه بطبيعه الحال وتفعيل الجرس. وكنشكركم بزاف على المشاهده. ندوزو المقادير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. في اول مرحله غادي ناخذ البطاطا، غادي نقطعها مربعات صغيره كيف كتشوفوا معايا. غادي نضيف عليها هنا القليل من الفلفل الاسود الابزار، غادي نضيف كذلك القليل من الكمون، يعني نصف ملعقه من كل حاجه، وكيبقى على حسب الكميه ديال البطاطا اللي نتوما استعملتوا. غادي نضيف كذلك الملح، وغادي نضيف 2 الملاعق من زيت الزيتون. كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كيتلبسوا بديك مع البطاطا. ومن بعد كناخذ لاطه ديال الفرن، يعني هنايا الا بغيتو تقليوها فكتقليوها، انا درتها في الفرن وكتجي رائعه، يعني احسن من القلي. يعني نصيحه ديروها في الفرن احسن. كنوضعها كنستفها هكا في اللاطه وكندخل الفرن اللي شاعل من الفوق للتحت على درجه حراره يعني متوسطه. كنخليها حتى كطيب على خطرها، ودرجه الحراره ما تكونش عاليه باش كطيب لكم مزيان. من بعد كندوز ناخذ مقلاه كنوضع فيها واحد البصله اللي مشلضه مع القليل من الزيت، كنخليها حتى كتشحر ليا بهذه الطريقه هذه. وكنضيف الكفته ديال الدجاج، اولا ممكن الدجاج تقطعوه يعني تقطعوه مربعات صغيره، وممكن كذلك ديروا الكفته. فكنخلط هنايا هاد المكونات حتى كيتشحروا ليا شويه. من بعد كنضيف التوابل او العطريه، غادي نضيف الملح، ضروري الملح وكتبقى على حسب يعني على حسب الذوق. كنضيف كذلك هنايا الابزار، القليل من الابزار. كنضيف كذلك الخرقوم، كنضيف القليل من سكينجبير، يعني غير شويه ما تكتروش في السكينجبير. وكنضيف كذلك هنايا نصف ملعقه اولا ملعقه صغيره ديال التحميره او البابريكا. وكنضيف هذا المكون هذا اللي هو نصف ملعقه من عطريه السمك، اولا ممكن تضيفوا عطريه ديال الشاورما، فبجوجهم كيجيو زوينين، انا مجرباهم بجوج. صافي كنخلط هنا هاد الدجاج مع البصله حتى كيتشحروا ليا مزيان على هاد الطريقه هذه. ومن بعد كنضيف واحد الملعقه صغيره ديال صلصه الصوجه، من الاحسن تكون ثقيله. صافي كنخلطها بهذا الشكل هذا. في الاخير هنا كنطفي على المقلاة عندي النار، وكنضيف القليل من القزبر والمعدنوس اللي كيكونوا بطبيعه الحال مقطعين. صافي هنا كتكون عندي واجده. فمن بعد ما كنطفي عليها النار كنخليها حتى كتبرد تماما، ضروري كتخليو هاد الحشوه هذه تبرد تماما. من بعد كنضيف عليها غادي تشوفوا معايا هنايا الخس اللي قطعته وبطبيعه الحال غسلته مزيان، شفتو ضروري كيكون ناشف. كنضيفوا الخس حسب الكميه اللي بغيتو، تقريبا واحد 4 الورقات. كنضيف كذلك الفرماج احمر محكوك، الكميه تاعو على حسب الرغبه. وكنضيف البطاطا اللي دخلتها الفرن كيف كتشوفوا معايا، راه كتجي بنينه بزاف ولذيذه واحسن من المقلي. كنضيفها كذلك وكنخلط هاد المكونات هادو، كنخلطهم مزيان باش كيتلبسوا مع بعضياتهم. وفي الاخير كنضيف صلصه المايونيز. انا عندي هنايا الصلصه فكنحضرها، صلصه المايونيز كنحضرها في المنزل. بغيتوا الطريقه ان شاء الله غادي نشاركها معكم. كنضيف كذلك هنا 3 الملاعق، وكيبقى على حسب الكميه ديال الحشوه اللي عندكم. كنخلط الحشوه ديالي مزيان بداك المايونيز بعد ما كيدخل في يعني كتدخل المكونات في بعضياتها. فانا كتكون عندي الحشوه واجده، فصدقوني كتجي رائعه بزاف بزاف. ما ضفتش هنا الملح ولا الفلفل لان الحشوه فيها الملح. من بعد كناخذ ميني بطبوط عندي، راه ديجا حضرته معكم في القناه. غادي نخلي لكم الرابط ان شاء الله تحت هذا الفيديو هذا في صندوق الوصف. كنعمر البطبوط او الميني بطبوط عندي بالحشوه، فممكن هنايا تعمروا، يعني انا كثرت هنايا لان صراحه الحشوه كتجي لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها، كتجي لذيذه بزاف فوق ما كتصوروا. يعني صراحه جربوها وان شاء الله غادي تلاحظوا البنه اللي في هذه الحشوه هذه. ف كنعمر الميني بطبوط عندي كامل، وهنا كنقدمه فكيجي زوين بزاف لذيذه، حشوه اللي رائعه رائعه صراحه. فما نطولش عليكم، نتمنى لكم فرجه ممتعه، نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، نتمنى يعجبكم الفيديو بطبيعه الحال. وشكرا على التشجيع، شكرا على التعاليق الرائعه اللي كتخليو لي، شكرا بزاف بزاف من القلب.
فما تنسوناش بلايك للفيديو فضلا وليس امرا. الناس اللي كيشاهدوا القناه اول مره ما تنسوناش بلايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فوصلنا لنهايه الحلقه، شكرا على المتابعه، نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله تعالى. خليت لكم الراحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.